غضب كبير من جماهير اليوفنتوس بعد خروج السوبر. طبعا مبرر، كلنا زعلانين، والموضوع يعني الخروج بطولة خسرناها من بطولات 5 عندنا في هذا الموسم، يعني مع الدوري والكاس والتشامبيونز، وكان السوبر ومفروض بطولة كاس العالم للأندية أول بطولة نخسرها تحت قيادة موتا. طبعا في غضب كبير من الجماهير، كلنا زعلانين من الخروج وكل شيء. عندي كلام كتير عايز أقوله، ويمكن كل ما أجي أقوله أمسك نفسي شوية، ولكن كل شيء في وقته بإذن الله يكون، يعني ربنا يدينا العمر، وكل وقت وليه أذان، وكل كلام في وقته هيكون أحلى. ولكن دول كلمتين، يعني كلمتين وبس كده زي ما بنقول على اليوفي بهدوء بعد كاس السوبر وخروج السوبر. أعتقد الغضب والعصبية اللي كانت موجودة بعد خروج السوبر إلى حد ما الأمور الواحد يرتب دماغه ويهدى شوية ونتكلم. أول حاجة، يعني انتشر كلام كتير الفترة اللي فاتت على يعني طبعا في ناس توجهات من بداية الموسم على المتدرب موتا، وأنا عايز أوضح، أنا موتا بالنسبة لي مدرب لليوفنتوس، زي ما ساندت قبل كده أليجري في بدايته حتى في فترته الثانية، وزي ما قلت مرارا وتكرارا اتحسبت على محب أليجري. ولكن لما تاني موسم لقيته ماشي في نفس النهج والأمور مش ماشية، شفت ان من مصلحه اليوفنتوس التغيير، ولكن يعني اتهاجمت من دول واتهاجمت من دول. نفس الحوار، بعض الامور يعني مش عارف ايه تبليك وتجيب لي في بعض محبي أليجري يعني يوصموني ان انا مثلا بحب موتا ولا حاجه. انا بالنسبه لي موتا مدرب اليوفنتوس حاليا، وله مني كل الدعم والتقدير حتى يثبت عكس ذلك. في نفس الوقت كمان هو الموضوع مش شخصنه ولا الامور شخصيه، لا، انا بالنسبه لي موتا بالنسبه لي شايف ان هو بروفايل مثير جدا للاهتمام، اختيار هايل من الاداره، عنده بعض الاشياء اللي طبعا لازم يشتغل عليها، ولكن عنده افكار كتيره وامور كتيره، وحتى تاثيره باين على الفريق حتى في الوقت الحالي ان في تغييرات كتير حدثت للأحسن، ولكن احنا منتظرين الأفضل. فأنا بالنسبة لي شايف حتى الآن يعني لم أفقد الثقة في موتا. كلام على المتدرب والمش متدرب، ما كونتي اللي ممكن ناس كتير من اللي بيتكلموا على موتا انه متدرب، كونتي كان متدرب برضو لما كان يا دوبك مدرب ليتشي وباري والحاجات دي ومسك اليوفنتوس، كان اليوفنتوس برضو اكبر منه، ولكن هو بالجهد والعمل والتوفيق وشغل من الاداره واشياء كثيره ربنا كرمه، وبالرغم ان كان معاه برضو ادوات خبره بشكل كبير يعني قاده في الارض الملعب، غير الوقت الحالي ان احنا تقريبا بنتكلم على فريق عناصره كلها شابه بدون خبره بدون فوز. يعني لما بنتكلم حتى مع كونتي كان معاه بوفون، معاه بيرلو، معاه ديل بيرو، وناس فازت وناس عارفه يعني ايه تفوز وعندها خبره وكاريزما وقياده، عكس حاليا الوضع. انا مش من انصار المقارنات، ولكن انا يعني زي بلعب بنفس طريق المنهج اللي الناس بتتكلم فيه. ففكره ان انا اقعد ارجع ان الموضوع ان موتا مش قد اليوفنتوس والمتدرب ممكن هو يعني يضيف لنفسه اسمه، يعني زي ما نقول نكسب ونكسب. وحتى أليجري اللي الناس كتير من عشاق أليجري قاعدين بيتكلموا عليه انه متدرب، أليجري لا مؤاخذه يعني لما جه اليوفنتوس برضو يعني كان هو يعني دوري مع الميلان، ولكن يعني ما كانش عامل الخزعبلات، يعني بالعكس حتى ساب الميلان. يعني في ناس كتير من مشجعي الميلان شايفين ان هو كان ممكن يقدم افضل من ذلك في الميلان. ولكن نهينا عن اي مقارنات، فكره اسطوانه موتا المتدرب او الحب والكره والعاطفه والكلام الحمصي ده بصراحه ربنا بقى مقرف. انا بتكلم لمصلحه اليوفنتوس. انت بالنسبه لك مش كل ما هتجيب مدرب هتغيره. انا من الناس اللي شايف ان بيرلو بصراحة ربنا كان برضو ممكن يتصبر عليه موسم. يعني انا مش شايف ان من الناس اللي كان بيرلو كان في تسرع الى حد ما ان هو على اخر الموسم تم الاستغناء عنه. انا شايف ان بيرلو لو كان تم الصبر عليه كان ممكن يطلع منه احسن من كده، او ممكن يكون الفريق يعني بدل ما يخش في الدوامة اللي دخل فيها. ولكن خلص قدر الله ما شاء فعل. دلوقتي عندنا مدرب انا شايفه الى حد ما عنده افكار مهمة، وعنده بعض الحاجات الحلوة اللي ممكن تتم في الملعب. عندنا تغيير شامل في الفريق من لاعبين وإدارة و التغييرات الجذرية دي، ويمكن بوفون نفسه اتكلم فيها، قال لك ان لما هتيجي تغير على هذا المستوى العميق من التغيير انت محتاج وقت. فطبعا مما لا شك فيه ان احنا محتاجين صبر، مما لا شك فيه ونتكلم فيه. فدي اول نقطه موتا المتدرب. خلاص، اللي عايز يقعد زي ما بقول دايما، اللي عايز يقعد يهرج ويهزر وقفشات وترندات واللطافه، اللي عايز يكمل في الموضوع ده هو حر، لكن اللي عايز يشجع اليوفنتوس واللي عايز يعني يكون عقلاني الى حد ما هو حر برضه.
نيجي نتكلم اخطاء. اكيد في موتا عنده اخطاء مما لا شك فيه. ناس كتير بتتكلم عليه اخطاء وان هو بيتفلسف او ان هو بيعمل تجارب. اولا الفلسفه والتجارب اللي هو بيعملها اغلبها، لا انا مش شايفه ان هي في طي الفلسفه والتجربه، لان هو مضطر ان هو يجرب، وهو مضطر انه يتفلسف لانه عنده طوارئ كبيره في الفريق حصلت. دخلت الموسم كانت هايله، حتى لقطه بريمر، ومحدش يقلل من هذه اللقطه. احنا خروج بريمر كان مؤثر جدا لباقي يعني القسم الاول من الموسم، كان في تاثير كبير لخروج بريمر. احنا يمكن في لحظتها في ماتش يعني ليبزيج احنا طبعا يعني دخل فينا جوان وكان موقف شديد علينا، عرفنا نعديه بجرينتا معينه وبشخصيه معينه وانبسطنا وقتها، ولكن بعديها احنا كنا دايما حاطين ايدينا على قلبنا من الدفاع الى حد ما منظومته كانت قويه، الى حد ما استخدم يعني عرفت تمتص غياب بريمر، بالرغم من ان عناصر الدفاع يعني احنا بنتكلم مع كل احترامي جاتي كالولو، انا ما زلت مصر ان جاتي ما ينفعش يكون اساسي في اليوفنتوس، ولكن شغال زي ما بنقول. ففكره ان خروج بريمر ناس كتير تقلل منه، لا، لان ده القى بظلاله بشكل كبير على جرأة خط الوسط ان هي تتقدم وتساند الهجوم. وطبعا عندنا اساسا مشاكل في الهجوم من غياب فلاوفيتش. وتاني انا مش بتكلم على فلاوفيتش فنيا، انا ما زلت مقتنع ان هو من احسن رؤوس الحربة في العالم كفينش، وان هو يعني عملة نادرة والكلام ده كله، ولكن هو حاليا خلاص خرج عن الفريق. من اول اللقطه اللي نزل قعد يهبد، هو من اول تصريحه ان هو قال ان مش عارف الواجبات الدفاعيه، فكره الانتقاد العلني للمدرب الجديد اللي لسه بيقول يا هادي، اللي ممكن في الغرف المغلقه، احنا مش بنتكلم على مدرب بقاله سنتين ثلاثه، واحد زي أليجري ولا حاجه مثلا وقاعد استحمله وبعدين انفجر، لا ده انت لسه في اول كان شهرين تدريب تحت منه. ففكره ان انت تصرح علنيا اعتقد ان هو اثار حفيظه موتا، وفي نفس الوقت كمان يعني خلى الجو يتوتر الى حد ما، مع ان انت مستواك اساسا يعني فلاوفيتش ضيع كتير، حتى لاخر كلام على ماتش السوبر يعني فلاوفيتش ضيع كوره في الشوط الثاني لو كانت جت 2-0 كان ممكن الى حد ما تخلص الماتش. فبالتالي هو مش عامل اللي عليه يعني وزياده، ولكن يعني ناس كتير نتكلم بقى اسلوب موتا بيخدمه ما بيخدموش، الكلام ده مش هنقعد نتكلم فيه فنيا. هو حاليا يعني بعيدا عن ذلك ده كله، لا هو مقصر بشكل كبير، حتى لو اللعب مش خدمه هو نفسه مقصر بشكل كبير، لان لما اللعب يعني المفروض انت قناص، المفروض في انصاف الفرص تخلصها، فلم تستغلها. مع زي ما اتكلمنا قبل كده فكره التركيز، فكره خروجه هو ده اللي مأثر عليه في الملعب، فكره التجديد مأثر عليه في الملعب، هو خلاص فصل عن الفريق. يمكن ماتشين ورا بعض لما فيورنتينا والميلان لما دخل فينا الجون يعني بيحاول يكتم ضحكته اللي فيها نوع من انواع الشماته. فاعتقد هو بالنسبه لي من بدري قلت ان فلاوفيتش خارج، واغلب الاخبار بتشير خروجه ان ما كانش في الصيف هيكون، او ان ما كانش في يناير هيكون في الصيف، يعني خروجه شبه اكيد بشكل كبير. ففكره ان هو تجارب، اكيد طبعا ان هو من حقه يعمل تجارب، لان ده اول موسم ليه مع لعيبه جديده لسه بيتعرف عليها، حتى لو بروفايلات عن طريق المتابعه شيء وعن طريق التدريب شيء خالص. واحد زي دوجلاس لويز في الدوري الانجليزي ناس كانت طايره بيه، وناس كتير انا ما كنتش متابعه قالوا لي ده هايل وخرافه. لما نزل في الدوري الايطالي التحام بدني مختلف، طبيعه تكتيك مختلف، امور كتير مختلفه، احنا شايفين الامور يعني على ارض الواقع مش دايما كما في التجارب. بالتالي هو من حقه ان هو يجرب لعيبته ويشوف البروفايلز اللي يقدر يعمل مقامات ما بينها. يمكن مع الوقت في حاجات كتير بقت احسن، يعني زي ما بقول تورام لوكاتيلي كانوا الاول مش ماشيين مع بعض، ابتدوا يمشوا مع بعض، ابتدى يعمل ثلاثي تورام لوكاتيلي مع كوب ماينرز، الثلاثه دول ابتدوا يشتغلوا بشكل احسن كتير مع بعض. فاعتقد كل هذه التجارب ستؤتي ثمارها مع الوقت، ومع ذلك انا بقول هو الى حد ما مضطر انه يعمل الكلام ده، ولا اعفي من بعض الاشياء اللي اكيد كل الناس بتخطئ. يعني مش كل ماتشات موتا كان الفريق هايل وكان اكيد زي اي لعيب، يعني زي ما دايما بقول ميسي نفسه يعني عمل ماتشات خرافيه لكن اكيد ليه داي اوف. فيعني فكره ان المدرب او لاعب او اي حد هو يعني on top of his game او ان هو على طول بيدي 100%، دي حاجه غير متوقعه على الدوام. فبالتالي هو نفسه تياجو موتا بيكتسب خبرة، بيكتسب بعض عن طريق الترايل اند ايرور، التجربة والخطأ، أكيد بيكتسب خبرة، وأكيد الأمور دي يعني هنجني ثمارها خاصة بعد الميركاتو. عندنا ميركاتو مهم جدا، كلام كتير يعني يمكن قلتها
على التويتر، ويمكن يبقى لينا لقاءات على الميركاتو ان شاء الله، ويمكن عملت حلقه عن يعني مقدمه عن الميركاتو الشتوي، ان في كلام ان 2 مدافعين ومهاجم. اعتقد ال2 مدافعين بنتكلم على انطونيو سيلفا وهانكو، والمهاجم هيكون زيركزي. ويمكن عملت الحركه بتاعت بيرلسكوني على تويتر، ولكن اعتقد والله اعلم دي الاهداف الرئيسيه. مهمة جدا ان يتم التدعيم. عايزين القسم الدفاعي ده او الشق الدفاعي يتم، يعني مش بنقول ان طبعا يعني احنا مش بنجيب مثلا سيلفا وهانكو احنا ضامنين ان هم يشتغلوا من الاول، ولكن انت عايز زاد بشري، لان كالولو وجارتي مش هينفع يفضلوا على طول مساكين، ومش هينفع ان انت تبتدي تسقط لوكاتيلي مساك، ولا هتجيب سافونا يلعب مساك. يعني عندك مشاكل كتير، لازم بقى تجيب مدافعين دي شغلانتهم يبقى مدافعين، والله يظبطوا ما يظبطوش يبقوا احسن من اللي عندنا، اسوأ من اللي عندنا الله اعلم. ناس كتير كانت كالولو قاعده بتشتم فيه وبتلعن سلسفيل، وفي الاخر كالولو دلوقتي يمكن احسن مساك عندك، الله اعلم. ولكن عندك بروفايلز مهم مثيره للاهتمام، ممكن مهمه للمستقبل، فباذن الله نحاول. يعني اعتقد هانكو، انطونيو سيلفا، اغلب الجماهير انا مش متبعهم قوي، ولكن واضح من البروفايلات اللي يعني اللي من الكلام اللي عليهم او من الخصائص بتاعتهم ومن عمرهم ومن اعتقد ان هم يعني مثيرين جدا للاهتمام، ممكن يكونوا مفيدين جدا للدفاع. من ناحيه تانية الهجوم، زي ما بقول زيركزي هو ليس بديل لفلاوفيتش، والكلام ده اتكلم فيه مونبلان واتكلمنا فيه قبل كده، ان فلاوفيتش راس حربة صريح، وزيركزي يميل انه لا يكون يعني مهاجم صريح او رقم 9. هو بيلعب رقم 9، ولكن قوته الاكتر ان هو محطة للهجوم، يقدر يعني يسند شوية مع كل الثلاثة اللي تحتيه، سواء بقى هيكون كوب ماينرز ولا يلدز او نيكو جونزاليس او كونسيساو او مبانجولا، ونبقى نتكلم يعني على السبوره، نبقى نعمل ان شاء الله دردشه ولا حاجه مع بعض لايف. ولكن زيركزي هيكون مهم جدا حاليا. يعني زي ما بقول فلاوفيتش حاليا لا نافع لا مهاجم صريح ولا غير صريح، ولكن زيركزي يقدر يلعب مهاجم صريح، او ان هو يكون المهاجم الصريح اللي يقدر يكون محطه، وده هيكون مفيد للشق الهجومي ككل. فاعتقد مع ميركاتو محترم، مع في نفس الوقت يعني الاصابات ان شاء الله تخف، او اللياقه البدنيه نخش بقى في البيك بتاعها في منتصف الموسم، اعتقد مع ان يعني بعض الاخطاء يتم العمل عليها، ودايما تياجو موتا بيتكلم على ان احنا محتاجين شغل. اعتقد ده كل الحاجات دي هنجني ثمارها في القسم الثاني، واتمنى باذن الله يكون قسم ثاني مهم للموسم. اول حاجه برضو من ضمن الكلام على عند تياجو موتا، انت جايب مدرب لافكار معينه، ففكرة ان هو يتخلى عن افكاره علشان يساري ما يقال على السوشيال ميديا او على بعض الابواق الاعلامية، فاعتقد ده هو كده بيفقد قيمته كمدرب، وهو انت كده مش جايبه، يبقى كده انت تسيب بقى اي حد يقول اي حاجة. فالفكرة كلها الراجل عنده فكر معين عايز يطبقه، فكرة ان احنا نعزي ذلك لان هو انا مش مع الموضوع ده كله. انت بالعكس عندك فكر عايز تطبقه، محتاج صبر ومحتاج ادوات. الادوات الى حد ما تم توافرها بشكل جيد في الميركاتو اللي فات، وعندنا ميركاتو قادم باذن الله تكمل الموضوع ده باذن الله، مع بعض اكتساب الخبره وبعض تجربه بعض الافكار، الامور ان شاء الله تكون خير بشكل كبير. ولكن حتى الان انا عندي ثقه تامه في الاداره. يمكن ناس كتير قاعده تتكلم على جون إلكان، وانا يعني اللي عرفني من بدري انا اندري انيلي بالنسبه لي كان رئيس نادي محبب ويعني الى قلبي الى حد كبير عن جون إلكان، بيفهم كوره، عنده حماس اكتر، مهتم بالشق الكروي. يمكن بعد كده فكره المشجع اللي جواه ضغط شويه على الفكر الاداري، ويعني كان ليه اخطاء في النهايه، ولكن هو انجح يعني تقريبا من انجح او ان لم يكن انجح رئيس نادي على الاطلاق بالنسبه لتاريخ اليوفنتوس. فبالتالي يعني انا مش عايز اقعد اتكلم على الشق الاداري، لان حاليا التوكيل العام من جون إلكان سكانافينو وبعض الاداريين والمحامين والماليين، قصه مع طبعا جون تولي المدير الرياضي الكفء اللي له نجاحات عده مع اكثر من نادي. فاعتقد لازم نثق شويه ولازم ندي وقت. فكره الاستعجال وعدم الصبر اعتقد بيخسرنا كتير. فانا ما زلت واثق في الاداره بقيادة جون تولي كرويا وباقي الأعضاء الفريق ماليا، واثق جدا لسه في تياجو موتا. لسه ما قلتش لا ان تياجو موتا لازم يخرج. طبعا الكلام على خروج تياجو موتا حاليا وبعض الأخبار من اللاجازيتا، أنا شايف الكلام تهجيس أو تهريج، يعني مفيش حاجة اسمها الكلام ده. ويمكن
الكلام ده أكثر من مرة تم ترديده، إن الإدارة واثقة في تياجو موتا للنهاية هتدعمه فيما يعمل حتى نهاية هذا الموسم، وحتى لو هذا الموسم لم يتم التأهل للتشامبيونز ليج وهو الحد الأدنى من الأهداف، مش هيكون في خروج في الصيف. وأنا شايف إن الكلام ده كلام العقل والكلام الصحيح. الحكم الاولي عشان ناس كتير تقول طب نحكم امتى؟ انا بالنسبه لي مش هحكم على تياجو موتا اوليا حكم اولي غير نهايه الموسم، اقيم هذه التجربه كموسم اول ايه الاخبار، والحكم النهائي الموسم القادم لما نشوف بقى لو هذه الاخطاء يتم تداركها في الميركاتو وفي الموسم القادم. اذا تم تداركها يبقى الراجل بيصلح نفسه ويستحق انه يكمل. لو هو ابتدى يكمل في نفس الاخطاء اللي هو ما الله اعلم ممكن اساسا الموسم ده يختم خير. ففكره الاستعجال وان احنا خرجنا من البطولات وين ناس كتير تقول لك اليوفنتوس ما بينافسش على الدوري، هو طبعا كل واحد حر، ولكن انا بالنسبه لي طالما حسابيا لسه انت منافس على اي بطوله يبقى انت منافس عليها. باليوفنتوس كل الانديه اللي بتنافس على البطوله حاليا حتى الدوري، نابولي، اتلانتا، كان واحد زي اتلانتا ده بدايه الموسم مع جاسبريني كان بعيد خالص، ولكن 11 فوز تقريبا متتالي رجع للمنافسه بقوه. فبالتالي انت ما تعرفش القسم الثاني هتعمل ايه، الله اعلم، كله فوز، الله اعلم، كل شيء وارد، مفيش حاجه تكتر على ربنا، فالله اعلم ايه اللي هيحصل. ففكره كلام خروج موتا ده كلام تهجيس وده شغل صحافه، استغلال ما بعد خروج السوبر ومحاولات لزعزعه اليوفنتوس، ودي حاجه لا تخفى عن اي احد، ولكن للاسف في بعض الجماهير بتقع في ذلك الفخ بشكل كبير، محاوله تصدر الترند ويعني تأجيج مشاعر الجماهير وما شابه. فاللي عايز يعيش الدور زي ما هو عايزه براحته طبعا، ولكن احنا بنتكلم على مصلحه اليوفنتوس. فبالنسبه لي الحكم النهائي على تياجو موتا اوليا هيكون هذا الموسم بنهايته، احكم واقيم هذا الموسم، والموسم القادم يكون الحكم النهائي، نشوف الراجل ده بقى ناوي على ايه، ماشي صح ولا ماشي غلط. ساعتها بقى ربنا يحيينا، لو كان ماشي صح هنقول له برافو، لو كان ماشي غلط هنقول لا الراجل ده يمشي، احنا محتاجين تغيير لان كده مش هينفع لليوفنتوس. لكن الاستعجال آفة المجتمع هذه الايام وربنا يستر. طبعا داخلين على معجنه كبيره، يعني عندنا تورينو، اتلانتا، ميلان، بروج، نابولي، بنفيكا ورا بعض في شهر يناير. عندنا معجنه او مدعكه زي ما تقولوا ربنا يستر نطلع منها على خير. يعني هيكون اختبار قاسي لليوفنتوس حاليا، واعتقد ان احنا لازم يكون في تدخل للميركاتو بشكل عاجل. طبعا كمان ميلك، ناس كتير بتتكلم ان ميلك ممكن يخرج، وكولو موانيه وزيرجزي. هنتكلم على الميركاتو بالتفصيل فيما بعد عشان مش عايز اطول، ولكن ميلك يعني ننساه بشكل كبير، ولكن لازم يكون في تدخل عاجل حتى للدفاع، علشان زي ما شرحت مش هعيد كلامي. النهارده في نهائي كاس السوبر بين الانتر والميلان، ديربي دي ميلانو في الرياض. طبعا يعني احنا عايزين الاثنين يخسروا، ولكن يعني لابد من فائز. سيرجيو كونسيساو مدرب محظوظ جدا، يعني اول ماتش ليه يفوز بهذه الطريقه. انا ما زلت مصر انها يعني الميلان لم يفعل الكثير ليفوز هذا الماتش، ولكن يعني ضربه جزاء اهداء من لوكاتيلي، ثم جون هدف عكسي بسوء حظ من جاتي وسوء تمركز الى حد ما، وبرضه فيها سوء حظ من دي جريجوريو. يعني انا شايف ان الافضل لم يفوز، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وهي دي الكوره. هنشوف النهارده ايه اللي هيحصل او مش هنشوف، يعني ممكن ما اتفرجش حتى من سدة النفس، ولكن يعني هو ده اللي حصل، خروج السوبر، ولكن اكيد هيكون في فائز النهارده. هنشوف مين اللي هيفوز بين الميلان والانتر. واي واحد فيهم هيفوز مش هنقول مبروك طبعا، بهزر، يعني هقول مبروك للجماهير الحبيبه، ولكن اكيد اللي في القلب في القلب، مفيش مبروك للانديه، ولكن يعني شيء بشيء يذكر. ان شاء الله يكون لنا لقاءات بقى في لايف للميركاتو، وكلام برضو على دردشه السبوره كده اذا يعني امكن باذن الله يكون لنا لقاءات يعني في حلقات ولايفات. ربنا يدينا العمر والصحه باذن الله قبل كمان ماتش تورينو، لو ربنا اراد، ربنا يدينا العمر والصحه ونتقابل على خير. اللي اول مره يشوف القناه دي، مش قناه بس عن اليوفنتوس او عن الكوره وعن الكالتشو، لا فيها كلام طبي وكلام عام، كل حاجه محطوطه في قوائم. بصوا على القوائم، يا رب تكون قناه ممتعه ومفيده للجميع. ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. قبل ما بمشي دايما بذكركم وبذكر نفسي بالدعاء لاهلنا في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي لبنان وكل المستضعفين والمظلومين في كل مكان. ما بنقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان. ربنا يدينا العمر والصحه، نشوف بعض على خير سواء اللايف الجاي او الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.